قول لنا بقى، عايزين نعرف ايه الشغلانات اللي الاستاذ حاتم صلاح اشتغلها. والله اشتغلت الحاجات اللي فيها شقه بقى. حاجات كتير يعني، حاجات كتير كان كلها فيها شقة وما كانش فيها توفيق يعني. كنت اقعد كل شغلانة 3 شهور مثلا منهم. يعني مثلا ساعة الثورة في قناة فتحت كده اسمها قناة تقريبا 25 او حاجة، فرحت اشتغلت فيها معد. حلو. فمعد ده انا كنت بنزل الصبح في رمضان نعمل يعني اول ما خدوني كده فقالوا لي انت هتعمل برنامج في رمضان تمسك اي حد بقى بتاع حرف يعني في الحسين بتاع سبح ناس قديمة، تعمل معاهم لقاء نص ساعة انت وشك ما بيبانش فيه، لكن بتسألهم شوية اسئلة والكاميرا بتصور وهم بيعملوا شوية حاجات. كل يوم ده نص ساعة، ده ماتيريال كبير يعني. وبرنامج تاني اسمه آراء تقريبا، ان انت بتنزل تسأل الناس سؤال واحد وتاخد آراء برضو، بتعمل ماتيريال نص ساعة. وده كان انا كنت بنزل 8 الصبح اخلص على الفطار في عز الحر يعني. وكل ده وشك مش باين، لا وشي مش يعني ما باين، انتش مستفيد برضه. مش مستفيد. بس بعد 3 شهور هتعين ايوه وابتدي اخد مرتب يعني. أيوة. بس تبقى حاجه ليها علاقه بالفن ومش في الفن يعني. بس واشتغلت بقى حاجات كتير. 3 شهور واروح الاقي القناه قفلت مش موجوده يعني. بالظبط قفلت بقى. قفلت خالص. قفلت خالص قناه. ايوه القناه ما عادتش غير 3 4 شهور وبعدين انتهت. بعد كده بقى اشتغلت حاجه في الشارع. حاجات كتير سيلز. اشتغلت سيلز في اخر يعني اشتغلت في شركه اتصالات يعني، اللي هم بيبيعوا خطوط البيزنس للشركات. فقعدت اشتغل فيها برضو شويه. دي كانت مرتبه، انا كنت عايز شغلانه مرتبه فوق ال 2000 جنيه. حلو. ودي كانت مرتبها تقريبا 1750 جنيه. فكانت بالنسبه لي ايه، ممكن تساعدني ان انا اتجوز. في مع شويه شغل يعني. بس قدمت في معهد نقد فني ساعتها، كان في فنون مسرحيه يعني. اللي هو النقد والدراما. كان معهد كده لسه طالع اسمه نقد فني، كنت ممكن ما تروحش قوي. فانا كان بقالي 3 شهور في الشغل، فقلت لهم انا رجلي اتكسرت مش هعرف اجي يعني. ايوه. فقالوا لي طب احنا محتاجين اشعه تثبت الكلام ده وبتاع. فكلمت دكتور صاحبي ورحت له المستشفى، عمل لي الاشعه وعمل لي التقرير وكده، عشان اروح الورشه بتاعه المعهد دي اسبوع يعني متواصل مش هروح الشغل يعني. فرجلي ما فيها تمزق في الاربطه مش عارف اجي يعني. بس في حد في الشغل شافني في اخر يوم وانا راجع من المعهد في المترو، شافني انا ماشي على رجلي عادي يعني وبتاع. وطبعا انا ايه قلت هو مش هيقول يعني، هو زميلي مفيش حاجه يعني. لا يا باشا ازاي؟ ما ينفعش. راح قايل. فرجعت فقالوا لي ايه يعني سلم حاجتك كده وتوكل على الله. فكنت كل شغلانه بعد فيها كده لغايه لما اشتغلت سيلز شحن بحري وجوي. تمام. اللي هو نجيب سبيس على المراكب للناس اللي بتستورد. وكونتينر وده 40 وده 20 القصص دي كده اعرفها طبعا. اشتغلت فيها حبه حلوين يعني ونجحت فيها شويه. قعدت فيها دي اكتر شغلانه طولت، قعدت فيها حوالي 9 شهور او سنه حاجه كده يعني. دي اطول شغلانه. دي اطول شغلانه.